أهلا بكم طلبة بريب 2. النهاردة مكملين الجزء الثاني إن شاء الله بارت 2 من أول lesson state of the matter. في الأول كده احنا نراجع احنا اتكلمنا عن ايه المرة اللي فاتت. يا ريت يا جماعة نشترك في القناة علشان نشوف كل فيديو ينزل. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الماتر وعرفنا الماتر anything has mass and volume، وعرفنا ان الماس هي الاماونت اوف ذا ماتر، الكتلة دايما بقول هي كمية الاوبجكت او كمية الماتر in this object. واتفقنا ان الماس not change لان الماس depend on quantity of this amount. اتكلمنا كمان المرة اللي فاتت عن 3 properties في الماتر، اتكلمنا عن الشيب and fluidity، الشيب والفلويديتي اللي هو الشكل والانسيابية، وعرفنا مين الماتر اللي فلوبل. مين الماتر اللي have the ability to flow؟ الليكويد and gas. عشان كده سميناهم ايه يا ولاد؟ قلنا fluids، موائع. وقلت السؤال ده من اهم الاسئله وهتلاقوه عندكم في التقييم. الليكويد اند جاز ار فلويد، واي؟ طبعا انا قلت لان الشيب تشينج، قلت عشان احكم على الماتر دي واقول عليها فلو او ability to flow لازم يكون الشكل متغير. الشيب تشينج according to shape of container، وكمان عندها القدرة it can flow. يبقى الفلويد هم الليكويد والجاز. انما السوليد طبعا not fluid لان السوليد has fixed shape او has definite shape او الشيب doesn't change. بعد كده اتكلمنا كمان يا ولاد المرة اللي فاتت عن الفرق بين الفلويديتي والفلويد. الفلويد يعني substance have the ability to flow، انما الفلويديتي ال ability of substance to flow. اتكلمنا عن الفوليوم والكمبرسيبيليتي، الحجم والانضغاط، وعرفنا ان طبعا الاكسبيرمنت دي مهمة جدا. عرفنا الماتر الكومبريسبل هي الجاز، الجاز only like air. compressible يعني ايه يا مس؟ يعني الجازس have the ability to reduce الفوليوم. الجازس عندها القدرة ان الحجم بتاعها يقل by increase البريشر، يعني الفوليوم decrease by increase البريشر. نخلي بالنا لو قال لي what is meant يعني ايه الجازس are compressible، يعني ايه الجازس قابلة للانضغاط؟ يعني الجازز have the ability to reduce الفوليوم by increase البريشر. نخلي بالنا الجزئية دي مهمة جدا. إنما الليكويد والسوليد زي الساند not compressible. ليه؟ بالعقل قلت لأن عندهم fixed volume، عندهم حجم ثابت. المادة طالما حجمها ما بيتغيرش يبقى not compressible، إنما لو الفوليوم تشينج يبقى الماتر compress compressible. وعرفنا يعني ايه compressibility، عرفنا الcompressibility reducing الفوليوم by increase البريشر. نخلي بالنا علشان لو جالي give scientific term. طيب بعد كده اتكلمنا كمان يا ولاد عن الديفيوزابيليتي. الديفيوزابيليتي او الديفيوجن سهلة جدا. الانتشار، انتشار يعني ايه؟ يعني سرعة، يعني حركة. movement of particles from high concentration to low concentration. زي ما اقول لك put ink in water، حط نقطة حبر في مية، حط داي صبغة في مية. what happened؟ هتقول لي ان البارتيكلز diffuse او move from high concentration to low concentration. what happened؟ زي فاكرين السؤال اللي قلت لكم مهم وبيجي في الامتحان عندكم في التقييم. what happened if you put potassium permanganate، ده رمزها in water. البوتاسيوم برمنجانيت دي لونها بيربل، باودر كده لونه بيربل. لو انا حطيتها في الووتر هنقول بوتاسيوم برمنجانيت diffuse from high concentration to low concentration. ده بسبب الديفيوجن. واتفقنا يا ولاد الديفيوجن برضو بيختلف حسب الستيت. يعني في السوليد، السوليد very slow. الديفيوجن في السوليد عرفنا بطيء جدا. ليه؟ لأن الحركة ليميتد، ما أنا قايلة السوليد قبل كده ليميتد موشن. إنما في الجازس الديفيوجن فيري كويكلي. زي ما اتفقنا نسمع الريكورد، الفيديو اللي أنا منزلاه عن الجزء ده. الجازس طبعا فيري لارج سبيسز. طيب هنتكلم النهاردة يا ولاد عن جزء مهم جدا جدا جدا. النهاردة هنتكلم على كمل بارت 2 موديلنج. وزي ما قلت نشترك علشان
نفهم مع بعض الساينس وإن شاء الله مش هنلاقي صعوبة. طيب، يعني إيه كلمة موديلنج؟ موديلنج بالعربي يعني نمذجة. يعني ايه؟ انا بتكلم عن ماتر، وعرفت الماتر بتتكون من تايني بارتيكلز، من تايني او جزيئات صغيرة جدا. طب هسألك، انت لو عايز تمثل الماتر، البارتيكلز بتاعت الماتر، عايز تمثل السوليد او تمثل مادة ليكويد، بارتيكلز للليكويد او للجاز، للمادة الجازس او السوليد او الليكويد او الجاز. طيب، هل انت ممكن تقدر تمثلها؟ هتقولي في مشكلة يا مس ان البارتيكلز دي فيري سمول، صغيرة جدا. طب انا عشان امثلها بعمل ايه؟ بعمل موديلنج. كلمة موديلنج يا ولاد يعني simplified representation، يعني انا باجي على مادة صغيرة جدا او مادة تو ماسيف او تو لارج، وابدأ اعمل لها تمثيل بسيط جدا. يعني زي البارتيكلز بتاعت السوليد او الليكويد او الجازز، دي صغيرة قوي. فانت تبدأ تجيب مثلا بولز، كور كده، وتبدأ تعمل موديلز تمثل المادة الصلبة. تقولي مثلا انا هعمل البولز جنب بعضها بالشكل ده، close together. لا، الليكويد هبعدهم شوية عن بعض، الجازز بعاد اكتر. فانت كده بتمثل البارتيكلز، بتعمل موديلنج للبارتيكلز بتاعت السوليد والليكويد والجاز. كلمة موديلنج يعني present simplified representation، ان انت بتمثل البارتيكلز دي بتمثيل بسيط جدا. طب يا مس، ايه البارتيكلز او ايه الثينج او الاوبجكت اللي انا بعمل لها موديلنج؟ حاجتين: الحاجات او الاشياء اللي difficult to see، اللي صعب تشوفها. ما هو بالعقل كده، هي الاشياء لو easy to see هتعمل لها موديلنج ازاي؟ هي اوريدي انت شايفها. انما الحاجات اللي بعمل لها نمذجة او بعمل لها تمثيل بسيط simplified representation، هي الحاجات، بص بيقول لك ايه، too tiny او too massive. لا، اما حاجات صغيرة قوي فانت مش بتشوفها hard to see، او حاجات كبيره تو ماسيف او تو لارج برضو صعب تشوفها. ما هو الحاجه اللي انت صعب تشوفها لا اما صغيره قوي او كبيره قوي. ما هو لو شايفها هتعمل موديلنج ليه؟ يبقى نخلي بالنا عشان السؤال الجه في ترم بيقول لي present simplified representation، يعني دي تمثيل بسيط لاشياء تو تايني او تو ماسيف. طب انا بعمل موديلنج ليه؟ قال لك تو اندرستاند اوبجكت، عشان تقدر تفهم الشيء ده. انت مثلا عايز تفهم السوليد، البارتيكلز بتاعت السوليد شكلها ايه عشان تقدر تحدد الشيب والفوليوم، فانت لازم تعمل موديلنج. فانت من خلال الموديلنج بتقدر تفهم understand object and find relationship between them. هنا السؤال يا مس بيجي give scientific term، اول ما يقول لي way of simplified representation، طريقة لتمثيل بسيط للسنجل للأوبجكت. طب أنا بمثل الأشياء هي عشان اللي بتعمل موديلنج الأشياء التو تايني، الصغيرة قوي، أو التو ماسيف أو التو لارج. الأشياء الصغيرة دي زي البارتيكلز، ما هو البارتيكلز can't be seen by naked eye. البارتيكل سواء سوليد او ليكويد او جاز، شايفين الموديلنج؟ السوليد خليناه جنب بعض كلوز توجذر، الليكويد الى حد ما في سبيسز، والجازز فيري لارج سبيسز. يبقى دي كلمة موديلنج، بمثل الاشياء الصغيرة او الكبيرة. الكبيرة طيب زي مين يا ولاد؟ لايك عندنا مثلا اهو زي السولار سيستم، لايك سولار سيستم. الصن، انت عايز تمثل الصن والبلانيت اللي ريفولف اراوند صن، فدي بقول عليها تو ماسيف. فانت بتعمل موديل للسولار سيستم عشان تقدر تشوف مثلا ايه البلانيت اللي ريفولف اراوند سان، مين الكلوزست بلانيت الاقرب، مين الفارست الابعد، وهكذا. يبقى اول سؤال معانا النهارده كلمة موديلنج يعني ايه؟ هيقول لك give scientific term way of simplified representation to tiny or too massive. يبقى ده اسمه موديلنج، وخدناه قبل كده في جريد 5. دايما يا ولاد الموديلنج لاشياء صغيره قوي او اشياء كبيره. بعد كده يا ولاد هنتكلم على حاجه مهمه جدا، وهي البارتيكل ثيوري اوف ذا ماتر. يعني ايه البارتيكل ثيوري اوف ذا ماتر؟ يعني النظريه الجسميه للماده. عشان نفهمها مع بعض نركز كده يا ولاد. العلماء يا ولاد علشان يعملوا scientific theory، عشان يعملوا نظريه، النظرية دي بتتبنى على ايه؟
اول حاجة بيبدأوا يعملوا assumption، يعني فروض. يعني والله اقول مثلا انا بتكلم على الماتر، هبدأ اعمل فروض في نقاط كده. هقول مثلا الماتر بتتكون من تايني بارتيكل، طب البارتيكلز دي كانت بي سين. يبقى عشان اعمل نظرية لازم اعمل assumption. طيب لما الاسامبشن succeed يعني ايه؟ تبدأ تنجح. لما الفروض بتاعتي دي تنجح، تكون ناجحة، هبدأ من خلالها اعمل اللي هي الساينتفك ثيوري. يبقى امتى النظريه العلميه العلماء بيضعوا بروبوزد ساينتفك ثيوري؟ لما يبداوا يا ولاد يعملوا اسامبشن فروض، ولازم الاسامبشن ايه؟ سكسيد، تنجح. يقول لك مين when the A succeed الساينتست proposed scientific theory when ايه when assumption. الأسئلة بتعتمد على فهمك. يبقى أنا إمتى أحط نظرية علمية؟ لما أعمل فروض والفروض دي تكون ناجحة. ما هو أنت ممكن تعمل assumption والفروض دي تفشل، لا لازم تكون نجحت، وبالتالي أنا من خلالها أقدر أوجد نظرية. من ضمن الثيوريز يا ولاد النظريات اللي العلماء عملوها وعملوا لها فروض، نظرية اسمها البارتيكل ثيوري اوف ذا ماتر. بارتيكل ثيوري اوف ذا ماتر يعني ايه؟ بارتيكل ثيوري اوف ذا ماتر يعني النظرية الجسيمية للمادة. النظرية دي بيجيلي في الامتحان يقول لي بتفسر ايه؟ البارتيكل ثيوري اوف ذا ماتر بتفسر عندنا حاجتين يا ولاد. اول حاجة هي بتعرفني او بتشرح البروبرتيز اوف ماتر. يعني ايه البروبرتيز اوف ماتر؟ يعني خصائص المادة. الحاجة التانية اللي بتشرحها البيهيفير اوف ماتر، سلوك المادة. لان ممكن سؤال يقول لك give scientific term one of theory explained properties and behavior of the matter، هتقول لي البارتيكل theory of the matter. او السؤال يجي لك كومبليت يقول لك البارتيكل theory of the matter explain ايه and ايه، بتشرح لي ايه وايه البارتيكل theory of the matter؟ طبعا هتقول لي بتشرح البروبرتيز، خصائص الماتر، والبيهيفير. طب تعالوا كده نتعرف على البارتيكل theory of the matter، علشان ساعات بيجي في الامتحان يقول لي ايه الاسامبشن بتاعتها. يبقى البارتيكل ثيوري اوف ذا ماتر زي ما قلت لكم يا ولاد نقراها كده. احنا بنقول ان الساينتست always to explain different natural phenomena. دايما العلماء بيحاولوا يشرحوا الظواهر الطبيعية، زي مثلا الفورس، اي ظاهرة طبيعية. طيب بعد كده بيبدأوا أول حاجة عشان يشرحوا الناتشرال فينومينا بيبدأوا يحطوا assumption، يعني فروض، علشان يقدروا يفهموا الفينومينا دي. طب when the assumption قال لك ايه succeed، لما الظاهرة او الفروض دي بتبدأ تنجح، بيبدأوا زي became scientific theory. بيبدأوا بقى يحطوا النظرية العلمية بتاعتهم امتى؟ لما الثيوري بتبدأ، او لما الاسامبشن يا ولاد succeed، لما الفروض دي بتبدأ تنجح. شوف السؤال هنا. one of the theory succeed in explain behavior and properties of matter، قال لك ايه؟ البارتيكل theory of the matter. واحدة من النظريات اللي نجحت في تفسير البيهيفير and properties of matter اسمها ايه؟ particle theory of the matter، اللي هي النظرية الجسيمية للمادة. طيب النظرية دي بتعتمد على ايه يا ولاد، او بتقول ايه؟ تعالوا كده نشوف الاسامبشن بتاعتها، الفروض بتاعتها. عشان سؤال على فكرة ممكن يقول لك قول الاسامبشن اوف بارتيكل ثيوري اوف ذا ماتر، او قول لي تو. سهلة جدا. النظرية بتقول ان الماتر زي ما احنا عارفين made of very tiny particles، ان الماتر يا ولاد بتتكون من very small particles. خلي بالك ان المادة بتتكون من جزيئات صغيرة جدا مش لارج، خلي بالك من small دي علشان لو جالي true or false. والجزيئات دي small can't be seen with naked eye، يعني ما تقدرش تشوفها بعينيك عشان صغيرة. يبقى أول فرض إن الماتر تقول لي consists of tiny particles، الماتر بتتكون من جزيئات صغيرة جدا can't be seen by naked eye. طيب وبعدين قال لك البارتيكلز of same substance identical، مهمة، جزيئات المادة الواحدة متطابقة متشابهة. يعني أنا مثلا لو عندي مادة زي الأيرون، الحديد، الجزيئات بتاعت الحديد ده سوليد، كلها زي بعض. الجزيئات ده هي كلها identical يعني similar، يعني متشابهة.
جزيئات المادة الواحدة زي بعضها. لو بتكلم على ايرون، الجزيئات بتاعت الايرون سيميلر. لو بتكلم على ووتر، الجزيئات بتاعت الووتر سيميلر ايدنتيكال متطابقة. امال امتى بتختلف؟ لو انت بتقارن مثلا بين ايرون ووود، مادتين مختلفين. لو انت بتقارن بين حديد وخشب، لا، البارتيكلز differ خلي بالك from one substance to another. يبقى نخلي بالنا، انا اتكلمت اول فرض ان الماتر بتتكون من بارتيكلز، والبارتيكلز دي صغيره جدا very small can't be seen with naked eye. الفرض الثاني ان البارتيكلز اوف سيم سبستانس، البارتيكلز للماده الواحده ايدنتيكال. البارتيكلز للماده الواحده لو بتكلم على حديد بعينه فالجزيئات زي بعضها. طب انا لو بقارن بقى بين ايرون ووود بين ايس، لا، البارتيكلز ديفر بتختلف بقى من ماده للتانيه. انما في الماده الواحده ايدنتيكال. السؤال يجي لي كومبليت يا جماعه، هيقول لك البارتيكلز اوف سيم سبستانس ار، الجزيئات للمادة الواحدة هتقول لي ايدنتيكال متطابقة. جزيئات المادة الواحدة بتكلم على القلم، جزيئات القلم زي بعضها. انما بقارن مثلا بين خشب وبين حديد من مادة تانية، لا، بتختلف differ، عشان لو جالي complete from substance to another. طب ايه كمان الفروض؟ قال لي في spaces there are interparticle spaces، يعني في مسافات بينية between البارتيكلز، ودي انا قلتها المرة اللي فاتت. اتكلمنا مثلا عن السوليد. السوليد السبيسز فيري سمول، السوليد كانت البارتيكلز كلوز توجذر، ففي انترمولكيولار سبيسز او انتر بارتيكل سبيسز. في السوليد بتبقى صغيره فيري سمول، في الليكويد بتبقى ريلاتيفلي لارج، في الجازز فيري لارج. تمام، في مسافات بتعتمد على الفيزيكال ستيت. كمان البارتيكل بيقول لي ستور بوتنشال انرجي، البارتيكلز بتخزن طاقة وضع. ونخلي بالنا ان طاقة الوضع بتعتمد على الاتراكشن فورس، على قوة التماسك. نركز كده يا ولاد مع بعض عشان نفهمها ببساطة. يعني انا لو بتكلم مثلا، احنا بنتكلم على البارتيكل ثيوري اوف ذا ماتر، بنتكلم على النظرية الجسيمية للمادة. اللي يهمني نبقى عارفين النظرية دي شرحت ايه وايه. البيهيفير عشان الكومبليت نجحت ان هي تفسر لي البيهيفير اوف ماتر، سلوك الماتر، والبروبرتيز كمان وخصائص المادة. طب جميل، النظرية دي بتقول ايه؟ ان الماتر بتتكون من tiny very small particles، اي مادة بتتكون من جزيئات صغيرة جدا. الجزيئات دي hard to be seen، صعب اشوفها. طب جميل، البارتيكلز دي في السيم سبستانس، في المادة الواحدة الجزيئات دي بتبقى identical متطابقة متشابهة في المادة الواحدة. انما differ بتختلف من substance to another. طيب، في intermolecular spaces، دي احنا قلناها inter particle spaces، يعني المادة السوليد مثلا يا ولاد هتلاقي السوليد close together، البارتيكلز جنب بعضها بالشكل ده. تمام كده، هتلاقي الانتر بارتيكل سبيسز فيري سمول، المسافات صغيرة جدا، السبيسز في السوليد صغيرة. طب الاتراكشن فورس، طب يا ترى قوة التماسك بقى يا مس؟ لا، فيري لارج. دايما يا ولاد السبيسز عكس الاتراكشن فورس. في السوليد المسافات فيري سمول صغيرة جدا، ولكن الاتراكشن فورس قوة التماسك بتكون كبيرة قوي. عشان كده سؤال امتحان it is difficult it is hard to break iron، سؤال امتحان ليه صعب أكسر الحديد. it is difficult to break روك، عندكم السؤال ده في التقييم، صعب اكسر الحديد. هات حته حديده او صخره وكسرها، صعب تكسرها ليه؟ ببساطه هتقولي لان الاتراكشن فورس between السوليد بارتيكلز are very strong، لان قوه التماسك كبيره جدا قويه جدا. ف it is difficult، صعب ان انا اكسر الايرون او الروك because الاتراكشن فورس between solid particles are very strong. تمام يا ولاد، ده سؤال مهم جدا. في سؤال تاني برضو جيف ريزن يقول لي السوليد has definite shape، احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الماتر السوليد عندها definite shape and definite volume، fixed shape and fixed volume. قلنا الشيب والفوليوم not change، الشكل والحجم ما بتغيروش. ليه يا مس؟
هتتكلم على السبيسز، ما انا لسه قايل، لان السبيسز فيري سمول والاتراكشن فورس فيري لارج. تمام، خلي بالكم، كل ما السبيسز ديكريز الاتراكشن فورس ايه؟ ها، نكتب في الكومنت انكريز. كل ما المسافات تقل الاتراكشن فورس بتزيد. نخلي بالنا يا جماعه من الاسئله، انا بقول سؤالين اهو: give scientific term، give reason. هيقول لي السوليد has definite shape and definite volume. لو ما بيقول لك الماده الصلبه شكلها ثابت وحجمها ثابت، يبقى عايزك تتكلم على السبيسز بس، لا والاتراكشن فورس. هتقول لان عندها very small spaces and very large attraction force. معايا يا جماعه؟ طيب ممكن يقول لك برضو السؤال اللي قلته: ليه it is difficult to break iron؟ صعب اكسر الحديد، لان الاتراكشن فورس very strong، قوة التماسك ماسكين بعض، فصعب ان انت تكسر. تعالوا بقى للليكويد. المادة الليكويد زي ما قلت الانترمولكيولار سبيسز طبعا relatively large. المادة الليكويد relatively large spaces. السبيسز يا ولاد ما هقولش لارج، الى حد ما، الى حد متوسطة يعني ميديم، او relatively large spaces. طب والاتراكشن فورس هل هم ماسكين بعض؟ لا. ممكن ما اقولش برضو weak very weak، هقول relatively weak، الى حد ما ضعيفة. ليه؟ لان في سبيسز اهو هم مش ماسكين بعض زي الصلب. نخلي بالنا، يبقى المادة الليكويد السبيسز ريلاتيفلي لارج سبيسز، الى حد ما في مسافات، والاتراكشن فورس الى حد ما ضعيفة. مش هقول فيري ويك، لا ريلاتيفلي ويك. عشان كده يا ولاد يقول لي سؤال في الامتحان: الابيليتي اوف ليكويد تو فلو، او يقول لي it is easy to divide water into small parts. ليه انت لما تيجي تعمل عصير سهل تصب العصير في كوبايات، سهل تقسم المية في كوبايات. it is easy to divide water into small cups. سؤال امتحان. ليه؟ السؤال بنفس الطريقة: الابيليتي اوف liquid to flow. ليه؟ هتقول لي ليه؟ لان الاتراكشن فورس فور ليكويد از ريلاتيفلي ويك. ايوه انا سهل اقسم العصير او الميه في كوبايات، علشان قوه التماسك بتاعه الميه مش زي السوليد، مش قويه. لا، الاتراكشن فورس الى حد ما ضعيفه، فعشان كده سهل اقسم العصير في كوبايات. it is easy to divide water. او يقول لك الابيليتي اوف ليكويد تو فلو. ليه الميه، ليه السوائل احنا بنقول عندها القدره على الانسيابيه؟ ما هو السبب يا اولاد الاتراكشن فورس. عايز تقول السبيسز تمام، بس لازم تذكر الاتراكشن فورس. يبقى it is difficult to break iron. ليه صعب اكسر الحديد؟ ايوه لان الاتراكشن فورس between السوليد particles very strong، فصعب اكسره. طيب it is easy to divide ووتر انتو سمول كاب، سهل اقسم الميه في كوبايات. ليه؟ ليه الابيليتي اوف ليكويد تو فلو؟ هنقول because الاتراكشن فورس از ريلاتيفلي ويك، الى حد ما ضعيفه قوى التماسك، فعشان كده سهل تقسمها في كوبايات. نخلي بالنا يا جماعه. يبقى انت من خلال انا رسمت لك الموديلنج، انا رسمت موديل اهو، رسمت موديل للبارتكلز، قدرت تحدد الشيب والفوليوم، وقدرت تحدد ال الخصائص البروبرتيز البيهيفير بتاعت الماتر، ان الماتر السوليد صعب اكسرها، الليكويد ايزي تو ديفايد انتو سمول بارتس. تمام، عشان كده يا ولاد دايما بنقول الليكويد، ان الليكويد قلت فيه relatively large spaces، قلت relatively weak attraction force. عشان كده الليكويد ها الفوليوم definite volume. يقول لك الليكويد has definite volume and indefinite shape، الشكل غير ثابت. الناس اللي بتتلخبط، لا ده انا قايله المره اللي فاتت الشكل change take shape of container. الليكويد بياخد شكل الكونتينر. الشكل انت عارف متغير ليه؟ عشان السبيسز دي انا قايلها المره اللي فاتت، عشان عندها الليكويد هاف ريلاتيفلي لارج سبيسز، فعندها indefinite shape او الشيب تشينج. طب لو قال لي ليه يا مس؟ طالما ذكر لك وقال لك give reason الليكويد has definite volume and indefinite shape، هتتكلم على الاتراكشن فورس والسبيسز، هتقول لي because they have relatively large spaces and relatively weak attraction force. لما باجي اسال السوليد عنده definite shape and definite volume، بتتكلم يا جماعه السبيسز والاتراكشن فورس. نيجي للجاز. الجاز طبعا احنا قلنا البارتيكلز ايه؟ very very large spaces، المسافات كبيره جدا، عشان كده diffuse
فاكرين لما كنا بنقول الديفيوجن في الجازس ماكسيمم، الانتشار كبير، الحركه كبيره، ما هم بعاد عن بعض يعرفوا يتحركوا. الموشن فيري فري او كومبليتلي فري، طبعا بيتحركوا بسرعه. فالسبيسز فيري لارج سبيسز. طب الاتراكشن فورس يا ولاد، هل ماسكين بعض؟ لا يا مس، فيري ويك. القوة التماسك بتكون يا ولاد ايه؟ very weak، يعني ضعيفة جدا. عشان كده لما انت open bottle، لما تفتح برفيوم بوتل، تلاقي الديفيوز all over the room، بتنتشر. ليه؟ لان الاتراكشن فورس very weak و it has very large spaces. عشان كده الجازس indefinite shape and indefinite volume. خدنا في جريد 5 الجازس الشكل غير ثابت، وكمان الفوليوم indefinite. الشيب والفوليوم تشينج. ليه يا مس؟ ليه؟ because هتقولي they have very large spaces and the attraction force very weak. هو التماسك ايه؟ ضعيفة جدا. عشان كده الشيب والفوليوم indefinite او تشينج. وقلنا الماتر الوحيدة اللي flowable and compressible هي الجاز. معايا يا جماعة؟ يبقى هنقول تاني الاسامبشن زي ما قلنا. الماتر اهو بيقول لي consists of tiny particles، جزيئات صغيرة جدا can't be seen. طيب ممكن يجي لي هنا سؤال يقول لي قول الاسامبشن. البارتيكلز للسيم سبستانس ايدنتيكال. البارتيكلز للماده الواحده يا اولاد ايدنتيكال، ولكن differ from one substance to another. انا لو بتكلم على ماده بعينها جزيئاتها قد بعض زي بعض ايدنتيكال، انما بتختلف من ماده لاخرى. عندنا زرار انتر بارتيكل سبيسز، بيقول لك في مسافات، ودي احنا قلناها. السوليد المسافات فيري سمول، الليكويد relatively large، الجازز very large. البارتيكل اوف ماتر بيقول لك ستور بوتنشال انرجي. هل الجزيئات بتخزن طاقه وضع؟ ايوه. بسبب ايه؟ الاتراكشن فورس. عايزه اقول لك معلومه، كل ما الاتراكشن فورس كانت كبيره ماكسيمم، كل ما البوتنشال انرجي كانت سترونج. اسالك، ويا ريت نكتب في الكومنت، يا ترى مين الماتر اللي have greatest attraction force؟ مين؟ عايزه اشوف تعليقاتكم كده وتفاعلكم معايا. مين الماتر اللي عندها attraction force ماكسيمم كبيره جدا، قوه التماسك بتاعتها كبيره؟ وطبيعي لو قوة تماسك كبيرة يبقى هي بتخزن ايه؟ بوتنشال انرجي هتكون عندها قوية. طيب عندنا كمان بيقول لي ان البارتيكل اوف ذا ماتر هاف كاينيتيك انرجي. ده مش بس البارتيكلز عندها بوتنشال انرجي، ده كمان البارتيكلز عندها كاينيتيك انرجي، طاقة حركة. ايوه يا مس طبعا، لان انا قايله لان البارتيكلز في حالة ايه يا اولاد؟ زي ار ان ستيت اوف موشن، لان البارتيكلز في حالة حركة مستمرة. هل في بارتيكلز ما بتتحركش؟ وحد يقول لي السوليد. لا، السوليد انا قايله بتتحرك، ولكن الحركة بتاعتها ايه؟ limited، محدودة. يبقى البارتيكلز، يبقى احنا استنتجنا ان البارتيكلز يا ولاد عندها potential energy، وعندها ايه كمان؟ وعندها kinetic energy. عندها potential energy ليه؟ ده سؤال بيجي في الامتحان. علشان due to attraction force، بسبب الاتراكشن فورس. عندها kinetic energy لان هي زي are in state of motion، لان كل جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة. كل ما الحركة بتزيد كل ما الكاينيتيك انرجي انكريز. انا عايزة اسأل سؤال وعايزاكم في الكومنت تردوا عليه ونشوف الشاطر اللي هيجاوبه. مين الماتر اللي عندها have highest potential energy، ومين اللي عندها kinetic energy اكتر؟ تتوقعوا مين؟ هل السوليد؟ احنا قلنا البوتنشال بتعتمد على الاتراكشن فورس، على قوة التماسك. يعني لو لقيت اتراكشن فورس كبيرة يبقى البوتنشال كبير. طب الكاينيتيك بتعتمد على الموشن، ابص على الحركة. مين الماتر اللي بتتحرك اسرع؟ يبقى دي اللي عندها كاينيتيك انرجي. فانت لازم تخلي بالك ان البوتنشال بتعتمد على الاتراكشن فورس، انما الكاينيتيك بتعتمد على ايه؟ على الموشن. ادا السوليد يا جماعة. السوليد زي ما قلنا كلوز تو جذر. شوفوا شكل الجزيئات عشان ممكن يجي لنا الشكل ده في الامتحان، يقول لك دي which substance. طبعا السوليد. الاتراكشن فورس طالما جنب بعض قوة تماسك قوية جدا، وعشان كده it is difficult to break
سوليد ايرون روك صعب اكسره ليه؟ هتقولي لان الاتراكشن فورس، قوة التماسك فيري سترونج قوية جدا. لكن الانتر بارتيكل سبيسز، المسافات طبعا يا ولاد فيري سمول صغيرة جدا. خلي بالكم، ممكن سؤال يقول لي وات هابن لو انكريز السبيد، انا لو زودت السبيسز المسافات يبقى الاتراكشن فورس ديكريز. دايما السبيسز عكس الاتراكشن فورس يا ولاد، كل ما السبيسز انكريز الاتراكشن فورس ديكريز. الموشن خلي بالك هي بتتحرك ولكن ليميتد، السوليد بتحرك حركه محدوده ليميتد فايبريشنال. ليه يا مس؟ ما هو بالعقل لانهم كلوز جنب بعض، هم بيتحركوا بيتهزوا كده يا دوبك بيتهزوا، ما اقولش نو موشن. انا لسه بقول ان البارتكلز كلها ار ان كونتينيوس موشن. الليكويد، نيجي للماده السائله. التيبل عندنا الليكويد يا ولاد، البارتكل زي ما انتم شايفين ايه، يعني الى حد ما في سبيسز اهو، relatively large spaces، الى حد ما في مسافات، ولكن الاتراكشن فورس قال لك ايه؟ relatively weak. الجدول ده مهم جدا يا ولاد، في مسافات لكن الاتراكشن فورس الى حد ما ضعيفه لان هم مش ماسكين بعض. السبيسز اهو relatively large. شفتوا كل ما السبيسز لارج الاتراكشن ويك عكس بعض. طب هما بيتحركوا، اكيد بيتحركوا عن السوليد، ما هو في مسافات شويه زي موف ريلاتيفلي فري، او بيتحركوا اكتر من السوليد. نيجي للجازس، الجازس قلت البارتيكلز فيري لارج سبيسز، المسافات بعيده جدا بعاد عن بعض. طب هل في اتراكشن فورس؟ هل هم ماسكين بعض؟ هم بعاد جدا عن بعض، يعني الاتراكشن فورس ايه يا اولاد؟ قوه تماسك very weak، ضعيفة جدا. وعشان كده الجاز indefinite shape and indefinite volume. أسئلة مهمة وأنا كاتبها لكم في الشيت. ليه الجازز indefinite shape، شكل غير ثابت وحجم ثابت؟ هتتكلم عن الاتنين دول، هتقول لأن السبيسز very large spaces and very weak attraction force. وطبعا بتتحرك أكيد completely free very free. أكتر ماتر بتتحرك، أكتر ماتر عندها جريتست ديفيوجن، انتشار عالي، هي الجازز. بدليل ان انت لما بترش برفيوم على طول بينتشر. تبقى فاهم ليه الجازز اشمعنى الموشن فيري فري؟ هتقول لي لان السبيسز فيري لارج سبيسز. بالعقل هم المسافات بعاد جدا عن بعض فبيعرفوا يتحركوا بحريه، انما اللي جنب بعض دول لازقين في بعض، هيتحركوا ازاي؟ هيتحركوا بس حركه ليميتد او فايبريشنال. ادي الاسئله عندنا. اول سؤال، السوليد هاف definite shape and definite volume. السوليد عندها شكل ثابت وحجم ثابت. هنقول زي ما قلت النقطتين لازم تتكلم الاتراكشن فورس فيري سترونج والانتر بارتيكل سبيسز فيري سمول. نمبر 2، الليكويد indefinite shape and definite volume. هنتكلم على الاتراكشن فورس شرحناها relatively weak والسبيسز relatively large. الجازس indefinite no definite shape and no definite volume. هنتكلم على الاتراكشن فورس طبعا للجازس very weak لان هم very large spaces، المسافات كبيرة. اسئلة مهمة يا ولاد وبتيجي دايما في الامتحان. السؤال ده انا قلته it is difficult، سؤال في الكتاب مهم، صعب تكسر الحديد ليه؟ لان يمس السوليد، لان الايرون ده سوليد، والسوليد انا قلت close together، الاتراكشن فورس بتاعته فيري سترونج قويه جدا فصعب تكسرها. قلنا الابيليتي اوف ليكويد تو فلو، ليه الميه والعصير عندها القدره تو فلو؟ او السؤال بيجي يقول لي it is easy، سهل to divide water into small cups، سهل اقسم الميه في small cups. طبعا لان قوه التماسك بتاعه الميه الى حد ما ضعيفه، ما تقولش very weak اصلا مش جازس، لان الاتراكشن فورس are relatively weak. تمام. عندنا برضو الكمبرسيبيليتي اوف جازس، القابليه للانضغاط. الجازس ليه يا اولاد؟ لها القدره للانضغاط. لازم تتكلم على السبيسز، احنا بنضغط الجازس. هتقول لي يا مس ما انا ممكن اقول الشيب indefinite، ايوه ما انت لازم تعرفني بقى الشكل غير ثابت ليه؟ لان السبيسز very large spaces، لان المسافات بين الجازز بتبقى كبيره جدا فالشكل بيكون يا ولاد غير ثابت. تمام. السبيسز والاتراكشن فورس هي اللي بتعرفني البروبرتيز والبيهيفير اوف ماتر. عشان كده لازم نعمل موديلنج، لازم ارسم لك السوليد شكلها ازاي او الليكويد او الجازز وتشوف السبيسز والاتراكشن فورس. طيب هنا سؤال برضو مهم جدا، وانا لو حطيت شويه ملح تيبل سولت ان ووتر
ديزولف شوجر. هو ليه الملح يا مس بيدوب في الميه؟ واحد يقول لي عشان هو كده بيدوب. طب ليه السولت بيدوب في الميه؟ ليه الشوجر بيدوب في الميه؟ يقول لك what happen if you put quantity of sugar in water it dissolve. طب هو بيدوب ليه؟ ده بيأكد لك يا جماعه ان في انتر بارتيكل سبيسز، انتر موليكيولار سبيسز للميه. بيقول لك لان السولت اوكيوباي، الملح، جزيئات الملح اول ما بتحطها في الميه بتدخل جوه المسافات البينيه بتوين الووتر بارتيكل، بين جزيئات الميه. هنا بيعرفك ان في اهو الووتر ده ليكويد، والليكويد احنا قلنا فيه ريلاتيفلي لارج سبيسز، بيأكد لك ان الميه او اي ماتر فيه سبيسز. فالملح بيدوب في الميه عشان الملح بيدخل في الانترمولكيولار سبيسز بتوين الووتر بارتيكل، بيدخل في المسافات الجزيئيه بين جزيئات الماء. السؤال ده مهم جدا، بيجي وات هابن، بيجي جيف ريزن. ممكن يقول لك بدل السولت شوجر، ليه possibility of dissolving quantity of table salt in water، هتقول لي لان البارتيكلز اوف سولت اوكيوباي، لان السولت بيشغل ايه؟ الانترمولكيولار سبيسز بتوين الووتر بارتيكلز. او تقول لي لان السولت بارتيكلز انتر، بيدخل جوه الجزيئات بين جزيئات الميه. تمام يا جماعة؟ أتمنى الجزء النهاردة يكون اتفهم كويس قوي. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم على البراونيان موشن، وهنتكلم على البلازما ستيت، آخر بارت في ليسون 1. أنا مقسمة لكم الليسون علشان تقدروا تستوعبوه. وزي ما قلت، أي مشكلة أي سؤال اكتبوا لي في الكومنت، يا ريت نشترك عشان يوصلنا كل جديد بإذن الله.